كشك الشاي اللي موجود في حديقة المنتزه هو من أجمل الأماكن فيها. بيحكي لنا أحلى قصة حب في حياة الملك فاروق، وهي زوجته الأولى الملكة فريدة، الملكة الجميلة صفيناز ذو الفقار بنت 16 سنة، اللي شافها الملك فاروق في مناسبة وعجبته، وقال هي دي اللي هتكون ملكة مصر. وفعلا بعد شهور بسيطة بقت هي الملكة فريدة. الملكة فريدة كانت بتعشق الملك فاروق وبتحاول تبقى جنبه باستمرار. خلفت منه فريال وفوزية وفادية. كانت الملكة فريدة بتحكي عن أسعد أوقاتها لما بتكون مع بناتها في حديقة قصر المنتزه، والملك فاروق قاعد في كشك الشاي وبيشوفهم وبيبص عليهم من بعيد وهو مبتسم. كانت بتحكي إن أجمل أوقاتها هي ساعة العصاري اللي كانت بتقعد فيها تشرب الشاي مع الملك فاروق. لحظات وأيام جميلة لا تنسى أبدا. كشك الشاي صممه المعمار المصري مصطفى باشا فهمي، وأشرف على تنفيذه على الطراز الكلاسيكي الروماني في سنة 1936. ويرجع تاريخ كشك الشاي الملكي إلى عهد الملك فاروق الأول. تقدم الواجهة 4 تماثيل رخامية، ويتكون من طابق واحد يرتفع عن مستوى الأرض المحيطة به، ويتوسط المبنى فناء مكشوف يزينه نافورة رخامية يحيطها مجموعة من التماثيل لسيدات رخامية تمثل الفصول ال4.